آه رمضان يا جماعة، ذكريات كتير مع رمضان. ذلك الفتى الأسطورة جعفر العمدة. واديني لسه بتفرج. مش ده أنا أقصد شهر رمضان. العيد فرحة أيوة اللي بيجي بعد العيد. كل ذكريات الطفولة بقى مع رمضان تعطلت نهائي. كنت دايما بحب أقعد في الجنب الهادي في آخر الأوضة بتاعتي كده، بعيد. فين الأوضة بتاعتي؟ واكتب يومياتي اللي بتحصل في رمضان. بيبتدي مع مسحراتي اللي مش عارف بيجي من أي حتة، وبعدين يطلع يطبل تن 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 تن. اصحى يا نايم اصحى تن 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 تن. رمضان تعالى يا عم الحاج طبل في ودني، قول اسمي يا عمو، قول اسمي. بكره رمضان بيجي اول يوم في رمضان. واديني لسه بتفرج. مش انت. تمام. تبدا اعلانات ومسلسلات رمضان. طق الشمس. في رمضان اكتر حاجه دايما بستناها في رمضان. واديني لسه مش انت اكتر حاجه دايما بستناها في رمضان هما حاجتين بصراحه: صينيه رقاق على الفطار، واعلان بنك مصر. بيديني حماس رهيب يا جماعه كده، بيكون عايز اهد الدنيا السلاح هنزل اشتغل وابقى احمد زويل. لا، والمره دي جايبين احمد سعد اللي هو بيغني عاش ابن بلدي عاش، اللي هو اصلا المفروض الاعلان بيبقى فيه حماس وزعيق، وهما جايبين واحد من غير نبره، من غير بحه، من غير زور. بتروح منه هو بيغني كده زور، بيتوكل على الله، بيروح عاش ابن بلدي. بس هو ده رمضان، مش ده.